ايه الاخبار؟ معاكم كرولوس هاني في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن تنظيف الحساسات بتاعه العربيه بالكامل، وايه كل التركات اللي تاخد بالك منها، وايه الحاجات اللي تقدر تعملها بنفسك، وايه الحاجات اللي ما تقدرش تعملها بنفسك. وخصوصا لو معاك نفس الشكل ده، فالقناه دي هتبقى مصدر غني بالمعلومات ليك، عشان تبقى عارف كل حاجه في عربيتك تعملها ازاي. واتمنى ان انت يعجبك الفيديو وتقدر تعمله بنفسك في اي وقت. اول حاجه لازم تبقى عارفها ان عشان تشتغل على اي حاجه في العربيه او خاصه في الموتور، لازم يبقى بارد لدرجه ان انت تقدر تلمسه من غير اي حاجه. طبعا انا عشان اوصل للحراره دي بحط دي في الكتاوت بتاعه المروحه السرعه الاولى، وهي المروحه بتفضل شغاله لمده مثلا 10 دقائق، بلاقي درجه حراره الموتور بردت جدا رغم ان الترموسات راكبه. وهو ده اسرع حاجه بعملها لما بكون جاي من مشوار طويل ومستعجل. فحته حديده المونيا، يعني دي المونيا، ومخليها واخده بس الشكل بتاع مكان الكتاوت مش اكتر. اهم حاجه وانت بتشد السلك بتاع البوجيه ما تشدش من هنا، شد من دي نفسها. طبعا العده بتاعت البوجيه دي سيستم، ودراع تطويل، ويد ثابته، ولقمه 16 طويله. وفي نفس الوقت هتبقى عارف بالفيديو ده ازاي تعرف حالة الموتور عندك وايه المشاكل اللي فيه، لان البوجيهات هي اكتر حاجة تعرفك حالة الموتور نفسها. في مشكلة اقربهم لك كلهم واحد واحد بس شوية يكونوا بردوا، وفي الوقت ده هكون انا بفك فلتر الهواء انا اول حاجة احب ابتدي بيها وهي البوابة. البوابة هتفك الدراع بتاع نقل الحركة كده اهو، هتلاقي القفل ده راكب بنفس الطريقة كده تمام على البوابة. طبعا حالة البوابة متبهدلة، والقفل ده بيبقى راكب هنا، يبقى راكبه بنفس الطريقة كده، يبقى قافل عليها من هنا وثبتها جوه. أهم حاجة حساس التي بي اس ده مش بيتنضف نهائي. حساس الايدل ليه طريقة تنظيف معينة، اتفرج معايا عشان تعرف. هتجيب مفتاح الألانكيه بتاعك وهتفك المسمارين دول، بس انا عدلتهم وخليتهم صليبه. الالمونيا بتنزل بالصليبه، التانية اللي هي البوابه الفبر هتلاقيها بتنزل بالانكيه. لو انت عندك الفبر فانت هتحتاج مفتاح الانكيه، لكن انا عن نفسي مش هحتاجه، عشان كده هنفكهم بمفك صلب. خلي بالك المسامير دي مهمه جدا عشان مش سهل تلاقيها. وادي كده الحساس. انا عايز اقرب لك اكتر عشان يبقى
لك. تمام، بص من جوه، شايف الترسبات دي تخلي فتحة الحساس تلخبط وهتعمل فيها مشاكل. نفس الكلام من هنا برضو، رغم ان انا بغير الفلتر كل 15,000 كيلو. عايزك بقى تركز معايا هنا. شايف الحساس متوسخ ازاي؟ يعني بص، شايف دي؟ تمام، كل ده كده محتاج يتنضف. دي تلخبط الحساس معاك وتخلي الايدل وحش والعربية تقطع والتكييف يقطع معاك بسبب حاجة تافهة زي دي. اللي بيتنضف الحساس هو الجزء اللي فوق ده بس، مالكش دعوة بالحتة دي، وما تدخلش اي حاجة جوه هنا، ما تدخلش اي حاجة جوه، هو التنظيف خارجي فقط لان هو متشحم من الداخل. تمام، وده كان حساس جديد. ده البارت نمبر عشان لو حضرتك محتاج تجيب زيه. طبعا انتوا لاحظتوا ان دول ظهروا في الفيديو مره واحده. هيتنضف بمنتهى البساطه، اي ماده متطايره ماشي. فانا جايب سبيرتو احمر، ممكن تنر، ممكن حاجات تانية كتير، بس اي ماده تنظيف متطايره مش مشكله يعني. ومناديل، هنجيب كده المنديل. تمام، هي دي طريقه التنظيف. وبالسهولة دي الحساس رجع نضيف تاني. مش محتاج سبراي، مش محتاج ضغط عالي، مش محتاج تدخل سبراي جوه او مادة تنظيف جواه لان ده هيبوظه. التنظيف ما بيقفش على الحساس بس، لازم الحساس والبوابة نفسها تتنضف. البوابة هننضفها تنظيف مبدئي. زي ما انت شايف الدنيا متبهدلة يعني. هي الحاجات دي اللي بتبوظ معاك العربية. وكده تبقى البوابة نطفت. اهم حاجة الجزء الداخلي، لكن السواد اللي على الجناب ده مش هيفرق معانا اي حاجة، متقلقش منه ماشي. حابب تنضفه نضفه، الموضوع سهل يعني. ده كده الحساس بعد ما اتنضف. وزي ما قلنا بننضف الجزء ده بس لان هو عبارة عن بوابة هيقفل هنا فما يخليش الهواء يعدي. بس دي كده المجرى بتاعت الهواء، وبيبقى اخرها الحساس. شايف هو ده، هو بيتحرك لفوق وتحت يقفل ويفتح مجرى الهواء. هتركب المسامير بتاعتك، تأكد ان العدلة بتاعته صح، هو لورا. تمام، بيبقى بالشكل ده، او هتلاقيه لتحت على طول، بس عشان ده حساس بتاع كيليو وبيركب على اللوجان عادي، فانا ركبته عليها على طول وكان سعره 300 جنيه. الفرق بس ان بدل الفيشه ما هي لتحت، بدل ما هي نازله لتحت طالعه للجنب. وما تقلقش هتلاقيه راكب عندك بكل سهوله. اهم حاجه ما تقربش على اللي تحت غير لما تربط اللي فوق عشان الاورنج اللي جوه ما يبص. وبكده يبقى ركب تاني، مش اي مشكله. مش عارف هتقدر تشوفه ولا لا، غالبا لا.
بس وتقدر تشوفه من تحت. ادي اهو الحساس، تمام، وادي الراس اللي بتقفل وبتفتح. ده يعتبر زي فالف مش اكتر، لكن ده مش حساس. حساس دي كلمة دارجة في مصر ولكنها كلمة غلط، زي كلمة كبوت ومعناها شنطة العربية. اهم حاجة وانت بتركب اتأكد ان المكان ده راكب في مكانه صح في المنفذ، عشان متبقاش مايلة او واخدة هوا معاك والقرسي ما يبقاش قافل كويس. القرسي ده لو فيه اي مشاكل هيبرجل لك العربية كلها. طبعا انت لو نسيت تركب القفل مفيش اي مشكله، كده كده الفلتر الهواء بيبقى ماسك البوابه في مكانها، بس اللي يفضل ان انت تركب القفل. طبعا هتركب الفلاش دي كلها تاني، مفيش اي مانع ان احنا ننضفها. قبل ما نركبها نيجي بقى للبوجيهات. البوجيهات دي ثواني اوريها لك على قد ما اقدر. البوجيهات دي كده معناها انها ماشيه ببنزين قليل، الحراره عاليه، تمام، وربت وبيضت، ده كده بنزين قليل. انا فعلا الفتره اللي فاتت استهلاك البنزين عندي قليل جدا، لدرجه ان اللتر بيمشيني 15 كيلو، رغم ان مفيش تاثير عالي على الموتور نفسه، ماشي، يا دوب في الطلعات بطيئه شويه، ولكن برضو بتطلع معايا لل 120 و 140 بكل سلاسه. فده كده البوجيه بتاع بيستم رقم 1. دي كده الغرفه الثانيه، وهنلاقي برضو البوجيه فيها مبيض، فدي كده مش مشكله غرفه واحده. ودي كده الغرفه الثالثه، ودي الغرفة الرابعة اللي جنب سير الكاتينة، واللي هي أصلا رقم 1. أنا قايل الترتيب بالعكس، تمام. بيتنضفوا ازاي؟ هتجيب فرشة سلك وبرضه بتنضف المجرى عشان لو في تراب او اي حاجه هنا برضه تطلع. ده كده الفرق ما بين اللي اتنضف واللي متنضفش، ماشي. الفرق بسيط جدا، بس بعد اذنك ما تجيبش ورق صنفره وتحطه هنا وتقعد تصنفر، لان ده هيوزع هيزود يعني الجاب، تمام، وهيخليها تطلع لبره والشراره هتضعف وهتبقى معتمده على اللي جنبيه عشان اللي جنبيه هو اللي مظبوط. طب في حاله ان انت لو لقيت واحد مقفول وقرب يلمس الجزء الموجب في العربيه، تمام، لازم تفكه انت شويه، ويفضل ان انت تعمل كده بورق الفيلر. المقاس هيبقى من 50 ل 70 في الرينج ده، الرينج المقبول للعربيه على حسب كتالوج العربيه مش من عندي. ودي كده رجع زي الجديد تاني. لو عندك لقيته لونه اسود مط، يبقى انت كده عندك استهلاك بنزين زياده، تمام. لو لقيت لونه اسود مط عندك استهلاك بنزين زياده، اللي هو اللون ده،
تمام، بس ده عادي، ده حرق طبيعي ماشي. لو لقيته طالع بيلمع زي واحد من اللي نضفناهم دول، يبقى انت كده عندك تسريب ميه جوه الموتور. لو لقيته اسود زيتي وبلميع، يبقى كده عندك استهلاك زيت جوه الموتور نفسه ماشي، مش بخرة زيت. استهلاك زيت بيتهرب من البستن نفسه. تمام، ده اخر واحد هنضفه. وبرضو ركز معايا في طريقة التركيب. طريقة التركيب بقى هتبقى اسهل، مش عايزك تقلق من اي حاجة. اول حاجة متنساش لقمة 16 طويلة، وهات اي حاجة، مش لازم تجيب اغلى حاجة. اول حاجة هتحطه بايدك لحد ما يوصل تحت، بعديها باللقمة هترجعه خطوتين او لفتين، وبعديها هتبتدي تربط. زي ما قلنا هتحطه بايدك، بعديها اللقمة ترجع خطوتين، بعديها تبتدي تربط. وحاجة كمان عشان تبقى عارفها، الغرف دي بما انها غرف مدفونة ومكشوفة للجو في وش العربية، بتبقى دايما مليانة تراب. تمام، فمطلوب منك بعد اذنك قبل ما تفك البوجيهات بمسدس هواء عند اي حد، نفض الاربع اماكن دول. وحابب تنفض بقية الموتور يبقى كتر الف خيرك. طبعا واحنا بنركب بعزم قليل قوي. هو دلوقتي اهي وقفت وخلاص كده، مش هتربط تاني بايدي. على حسب كتالوج العربية ماشي، المفروض هنمشي بيها يا اما زاوية 45 يا اما زاوية 90 على حسب. بس كده. هل انا محتاج افضل اقرط اجيب حاجة اطول واقعد اربط بيها؟ لا. طبعا لو البوجيهات جديدة فالوردة اللي فيها بت بت بتتضغط ماشي، فده هيخليك توصل لبعد الزاوية 90 بحاجة بسيطة. ندخل بقى على الحاجات اللي بعدها. وعايز اقول لك ان حالة البوجيه كده الى حد ما كويسة. تمام، فهكتفي ان انا انضفه باسبرت احمر وبس. بس اهم حاجة ان انا انزل كل الوسخة اللي بره دي قبل ما ابتدي فيه.
كده هو خلاص غرق. ودلوقتي هنحط عليه منديل نطبقه طبقتين كده اهو وننفخ. زي ما انت شايف مطلع من جواه ولا اي حاجه، طالع نضيف. لو لقيت بعد المنديل ده ماشي مطلع سواد او رواسب لونها اسود، ساعتها هتنضفه بسبراي بوابه يكون الضغط بتاعه عالي. دوس من الفتحات دي. اللي مخلي ده عايش ماشي، وانا انصحكم بالماركه دي، ده جايبه ب1000 جنيه تقريبا من المركز التجاري العالمي. الفتحات بتاعته مش من على الجناب، الفتحات بتاعته من قدام، فما بتخليش الوساخه بتاعه الكربون تدخل جواه. هو الفكره من جواه ماشي. يعني انت ما لقيتناكش مثلا بقول لك اقعد نضف من كده، هات ورق صنفره ولمع ماشي، ايه اعمل كده مش عارف ايه يرجع جديد تاني. لا مفيش اي حاجه من الكلام ده. الجزء اللي بره ده كله ملوش لازمه، فكره فيه من جوه هو. وزي ما انتوا شفتوا ان هو مطلعش اي حاجه، دي من الوساخه دي من ايدي ماشي، فهو يعتبر نظيف. انا طبعا كده كل اللي هعمله ان انا هركب حمة الهواء وسلك البوجيهات. واهم حاجه في سلك البوجيهات ان انت تسمع صوت التكه كده اهو. تمام. صوت التكه فعلا هو ده الامان. ده سمعت صوت التكه بس كده، فمفيش اي حاجه تاني محتاج تعرفها غير انك مثلا لو لوثت البنزين بتلاقي بتزيق معاك، فانت هتفك المكان هنا وتشحمه، هتفكها من هنا وتشحمه. ولو لقيته اكتر من كده او الدواسه بتنزل لمكان معين ولو سبتها ما بترجعش، يبقى السلك بتاع البنزين محتاج يتغير. وده للاسف بيتغير بالكامل او تروح تعمله عموله، بس انا يفضل ان انت تغيره بالكامل لان هو بيبقى باظ من جوه. وبس على كده، اتمنى تكون استفدت بالفيديو. زي ما قلت لك القناه بتاعتنا مش قناه ربحيه، انا مش مستفيد باي حاجه، القناه معموله عشان تساعد الناس. تعالوا كده نشوف اول تدويره بعد ما نضفنا الحساسات ايه الدنيا فيها. بسم الله ما شاء الله، الايدل مظبوط، كل حاجة تمام. فخليك متأكد دام الايدل مظبوط ما بيلعبش معاك، تستجيب بسرعة، دي حاجة كويسة جدا. فبس على كده.